سيداتي آنساتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جولة جديدة من جولات الساحرة المستديرة، ولقاء بيجمع بين المصري وحرس الحدود، واحدة من لقاءات الأسبوع التاسع لمسابقة الدوري الممتاز. أسعى حتى الآن بيمشي بثقة للعام الثاني على التوالي في القائمة الدولية. ادي كرة على طول خلف المدافعين، مفيش رايه ولا ايه، ولكن الرايه استنى فيها طلب لما يشوف قرب له اسامه العزب علشان يخلص الموقف مع محمد عادل. ودي الكرة العرضية على حدود المنطقة والمنتهى الخطورة، ولكن على طول خارج الملعب بيقول. ادي الكرة مرة تانية، ادي العرضية عدت كده بغرابة من حمادة يحيى. الاستلام هنا من حمادة ما كانش مظبوط. ادي حمادة طولت منه كرة، كان على طول معاه اسلام طارق بالقدم اليسرى، لفها على طول طارق، ولكن على طول تعدي بغرابة شديدة جدا. كان هيعمل غلطة كبيرة جدا، طلع وخد خطوتين، ولكن على طول هنا اللمسة كانت ممكن تكون هدف أول، ولكن أطول من اللازم، ما يلحقش هنا اللاعب. لكن فرحنا والله في مباراة السنغال بعودة الجماهير مرة تانية. وادي طولان معاه كابتن طارق العشري. كابتن طارق تولى مهمة الراجل الأول وأثبت جدارته في قيادة فريق حرس الحدود والفوز بمسابقة أبو العز. طارق بيحاول يعمل الهات وخد مع عبد السلام على حدود المنطقة. وادي طارق عايز يعدي، عدى ولا بمهارة. وادي الكرة العرضية منتهى الخطورة، تعدي على طول الكرة من حارس المرمى ويطلع ويلسون. كانت محاولة لفريق حرس الحدود مرة تانية، الضغط متواصل. وادي الكرة العرضية يطلع على طول ألح فريق حرس الحدود. وادي الكرة مرة تانية بيعيدها لنا الزميل وليد فاروق، والفرصة الضائعة من ضربة حرة مباشرة. وادي الفرصة الضائعة بتتعادى مع حضراتكم اللي كان أحمد مسعود. وفي إيه؟ في قرار بضربة حرة مباشرة من دي حكم اللقاء. كرة بتتعاد مرة تانية من حضراتكم، والمحاولة كانت لفريق عبد السلام، اتثبت لصبري. حلوة والله، كورة حلوة في العادة. حاطط الكورة بجنب الحائط كده بحوالي نص ياردة، حطت وراحت على يمين حارس المرمى، ولكن فعل صافرة حكم اللقاء تعلن عن نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف. لقاء المصري وحرس الحدود، حتى نلتقي وأحداث الشوط الثاني لكم.